السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم كويزين ليلى ديزاد أزول فلاون. مرحبا يسون. وقبل ما نبدا نرحب بكم كامل كيما راكم بالمشتركين القدم وجدد اللي يدخلوا معنا، نقول لكم نورتوني بالاشتراك ديالكم دائما مع وصفات شهر رمضان المبارك. اليوم راح ندير لكم من اشهر الوصفات اللي لازم تكون حاضرة في طاولة رمضان، اللي هي شوربة فيغميسال. حبيباتي راح تشوفوا طريقتي، طريقة بسيطة وسهله وسريعه والبنه مضمونه. اكيد راح تخرج لك ناجحه وبنينه من اول مره. ما تكوني مبتدئه عمرك ما دخلتي الكوزينه، تبعي الخطوات وتشوفي راح يفرحوا كامل بيك حبيبتي. المهم ما نطولش عليكم، من فضلكم راني نستنى دعمكم بالجام والبارتاج باش الفيديو يطلع ويشوفوه فئه كبيره. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. نجوزو نشوفوا مع بعض المقادير اللي سحقيناهم باش نديروا شريبه فيغميسال تاعنا. شوفوا هنايا الشوربه تحب البصل، يعني درت حبه كبيره مقطعه فريمون رقيق. عندي هنايا حبه قرعه صغيره البنات وحبه زروديه، ما تكتروش الخضره. عندي هنايا حبه فلفل حار ونعناع فريشكا. عندي حبه طوماطيش تاني كبيره، نحيت لها القشره ورابيتها والزريعه بيان سور نحيتها. وعندي طريف دجاج، وعندي شويه حميصه، عندي زيت نباتيه، وعندي هذا السمن الحر البنات مخدوم بالزبده تاع البقره. عندي هنايا مغرف كبيره طماطم مصبره، وعندي حشيش تاني مقطع رقيق. عندي الملح، نص مغرف فلفل كحل، ومغرف صغيره العكري، ومغرف تاني صغيره معمره الكزبر، وعندي طريف صغير برك تاع القرفه. ونجوزو دوكا لهاد الفيغميسال اللي فيها التوابل اللي كنت شريتها من مغنيه البنات. كنت قلت لكم بلي صورت لكم الشوربه بها، جات من اروع ما يكون. يعني هذا يعتبر كايبيس تابل. نديرو غير مغرف وحده برك تاع الماكله. هذا ما كانش نديرو كامل هذه الكميه البنات. كي نسحقوا برك نديرو شربه، نرفدو غير مغرف تاع الماكله. وهذا النيميرو تاع التليفون اللي شريت منه هاد التوابل. اون سي جامي تحب وحده تكوموندي ولا تعيط لهم. ندوزو بسم الله على بركه الله باش نشوفوا طريقه التحضير. هنايا اول حاجه جبت القدره تاعي العزيزه تاع الفخار. يعني ننصح كل اخت كل ام راهي تشوف فيها اللي ما عندهاش هذه القدره دير المستحيل باش تشريها. صراحه الشوربه فيها تخرج بنتها مخالفه. هنا اول حاجه درت الزيت باش تسخن. فوالا اول حاجه سبقت فيها الزيت النباتيه. وراح نزيد تاني نص مغرف تاع السمن الحر البنات المخدوم في الدار بالزبده تاع البقره. اللي ما عندهاش تعوضوا بالسمن يعني اللي نشروه. صراحه هايل بزاف بزاف بنين وزيد الصحي تاني. كي يسخن هذاك السمن والزيت راح نضيفوا هذيك الحبات تاع البصل. كما قلت لكم الشوربه تحب البصل، يعني حبه تكون كبيره لانه الفيغميسال ما كانش حاجه اللي تعقدها يعني مليح مليح. سي بور سا اللي درنا حبه كبيره. الوغ ضروري ثاني تقطعوها رقيق باش ما تبان لكمش في المرقه تاعكم. نخلوه يتقلى حوالي 2 دقائق ابتي فو، نقصوا النار. كي يتقلى راح نضيفوا ربع صدر دجاج، يعني انايا نص صدر خذيت منه النص. نخليوه تاني يتقلى. البنات شوربه فيغميسال معروفه يعني بالدجاج تجي بزاف بنينه. وهنايا راح نضيف هذيك الخضره، حبه قرعه وحبه زرود. يا راهم صغار البنات يعني ما تكتروش الخضره تاعكم. وانايا ما نكذبش عليكم في الشوربه فيغميسال ما نديرش البطاطا. كاين بزاف يديروا لكن راح تعقد لكم بزاف هذيك لاصوص، وحنا ما سحقيناش هذاك القوام. الوغ هنايا ضفت ثاني مغرف طماطم مصبره، مغرف كبيره البنات هكا باش تجينا شريبه تاعنا حميمره. نخلوها تتقلى ثاني هذيك الطماطم حوالي 2 دقائق ثاني. اكيد دائما نقصوا النار باش ما تتحرق لناش. من بعد راح نضيفوا هذيك الطماطيش اللي كنا نحيناها القشره والزريعه ورابيناها. فوالا نخليوها تاني تتقلى. وضفت حميصه وراح نزيد التوابل كما قلت لكم. مغرف صغيره معمره ملح، نص مغرف فلفل كحل، مغرف صغيره معمره العكري، ومغرف صغيره تانيت
الكزبر تاني تعمرتها، وهنايا ضفت الحشيش قطعته رقيق تاني باش يخرج كامل البنه تاعو، وزدت زوج وريقات تاع النعناع. فوالا نخليوها تتقلى بغرضها، نقصوا النار حوالي 10 دقائق اكيد مع التحريك المستمر. هنا ما ضفتش كامل الماء على خاطر الطوماطيش تلقت كامل الماء تاعها. شوفوا بعد ما تقلات الله الله بالطبع، هنايا راح نضيف الماء يكون يغلي. هنايا درت لترين ماء مغلي، يعني راح نعطي لكم المقادير بالتدقيق. فوالا هنا درت 2 لترات ما يكون يغلي. وعلاش يغلي؟ باش القدره تاعنا نحافظوا عليها، وتاني كي نمرقوا الماكله تاعنا نمرقوها بالماء سخون باش تخرج لنا بنيه. وزيد لو كان تمرقوه بالماء بارد واش راح يصرى؟ راح يتقرصل هذاك اللحم وهذيك الحميصه اللي كنتو درتوها. هنايا البنات راح نضيف انايا نصف لتر تاع الماء، الوغ كنت مرقت بلترين ونصف ماء. وراح نزيد هذاك الفلفل ونخليها تطيب حتى نطيب لنا كامل الخضره تاعنا. وهنايا بعد ما طابت الخضره ديالي نحيتها درتها في ان بول، ودرت معها شويه لاصوص، وراني نخبط فيها هكا خبطه ولا زوج بالبغا ميكسور البنات ولا بالفرشيطه كيما كنا نديرو يامات زمان. يا حسره والله يامات ما يولوش، مي هذه هي. احنا دوكا رانا في عصر السرعه، يا البغا ميكسور الباتور كلش نستعملوه كلش. احنا ما سحقيناش نميكسيو حتى يولي كوم اون بيوري، لا باش القوام تاع لاصوص تاعنا ما يخرجش بزاف ثقيل البنات. هنايا كيما راكم تشوفوا راح نضيفوا للمرقه تاعي. هنا واش نحكي لكم الروائح وريحه رمضان الله يبارك ما شاء الله البنات. فوالا نحركوا المرقه تاعنا. دوكا نولوا للفيغميسال، يعني راح نعطي لكم المقادير مضبوطه. هنايا درت حوالي 100 غرام البنات، حوالي 7 مغارف كبار. تبعوا معايا مليح. وراح نضيف هذا التابل تاع الشوربه فيغميسال، راح نخلطوه لانه كي ديروا هكا في الساشي راح هذوك التوابل اللي حبطوا كامل لتحت نخلطوهم مليح. وراح نضيف مغرف ماكله برك، يعني ما تكتروش بزاف لانه فيه التوابل. فوالا دوك تشوفوا معايا. الوغ حوالي درت 100 غرام هكاك 10. فوالا 100 غرام 20، يعني 100 غرام شوربه صافيه وهذيك المغرف تاع الفيغميسال. البنات تبعوا معايا مليح. هنايا القدره تاع الفخار كي تسخن ما نطفي لها، يعني تقعد كي شغل راهي طيب. دونك هنايا انايا رميت برك الشوربه تاعي حوالي دقيقه ولا 2 دقائق، طفيت لها وتكمل شويه طياب وحدها هكاك وتجيكم سوا. هنايا بعد ما رميت هذيك الشوربه فيغميسال ودرت هذاك الدجاج كنت يعني فتته كامل، وضفت حشيش زائد النعناع، يعني قطعتهم رقيق مليح باش يخرجوا كامل البنات تاعهم. صدقوني الشوربه تاعكم تخرج والله ولا اروع، واحد البنه واحد الروائح الله يبارك بسم الله ما شاء الله. هنا الشريبه تاعي البنات راهي واجده. هنا كيما راكم تشوفوا راني طفيت ومازالها راهي تطبخ. الو نصيحتي ليك حبيبتي انت اللي راكي تشوفي في لا فيديو، اذا عندك قدره تاع الفخار وطيبتي فيها الفيغميسال، ديري برك الفيغميسال تاعك مباشره، طفي للقدره تاعك وهكذا يعني تجيك سوا ما راحش تعجن لك وما راحش يعني تطيب لك بزاف، يعني حتى تولي محرحره كامل. الى هنا حبيبتي انتي اللي راكي تشوفي في لا فيديو ولا انت اللي راك تشوف في لا فيديو، اذا عجبتك الطريقه تاعي في تحضير شوربه فيغميسال نتمنى تبارطاجيو لي لا فيديو باش تلحق يعني لي فئه كبيره ونستنفعوا كامل من بعضنا. وهنا كلمسه اخيره كي نقولوا شوربه فيغميسال ولا الفريك لازم حشيش مقطفه والقارص. الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتوما اللي راكم تشوفوا في لا فيديو اذا عجبتكم طريقتي في تحضير شوربه فيغميسال نتمنى تبارطاجيو لي لا فيديو، يعني باش تلحق لي فئه كبيره، خاصه يعني نفيدوا بعضنا خاصة المبتدئات. نتمنى يعني ما تنسونيش تاني بالجام، واذا مازال ما اشتركتوش في القناة يعني لأول مرة تشوفوني
اشتركوا وفعلوا الجرس باش يلحقكم جديد وصفاتي بحول الله تعالى. وان شاء الله يا رب يكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ودمتم لي أوفياء. طلعوا لي بزاف بزاف في راحتكم. سلام.